بس هل دول مشكله البرتغال؟ ايوه يا عمر، ما مشكله البرتغال يعني. انا مش بحبه، انا فعلا مش بحب رونالدو، بس انتوا ما ينفعش تلوموا. يعني ما ينفعش تقولوا البرتغال النهارده لعبت حلوه قوي كسبت 6 فرونالدو هو المشكله، عشان رونالدو مش المشكله. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة قبل كورتر فاينل. بعد دور 16 كان في مفاجأة واحدة بالذات كبيرة، ولازم نبدأ الموضوع بان احنا نتكلم عليها. المغرب يا جدعان فعلا مشرفينا فعلا. رعب الصراحه هما، يعني انا مش مصدق ان هما لحد دلوقتي دخل فيهم في كاس العالم كله باربع ماتشات جون واحد، والجول اللي دخل فيهم كان اون جول. هما فعلا بيلعبوا حلو قوي قوي قوي، وكوره نظيفه الصراحه، يعني هما فعلا بيلعبوا كوره كويسه. يا عم سيبك يا عم، اخيرا بقى فريق افريقي في الكورتر يعني، من ساعه 2010 ما شفناش حاجه. ولا يعني رافعين راسنا كلنا الحمد لله اخيرا. وبصراحة يا جماعة هم يعني كده كده عندهم استماتة ورجولة وكل الحاجات دي، بس هم فعلا على مستوى كمان يعني تكتيكال، بيلعبوا فعلا كورة نظيفة قوي. زي ما عمر بيقول، وفي الاكسترا تايم ضيعوا اصلا كورتين جون يعني كانوا ممكن يكسبوا اسبانيا، واسبانيا فريق مرشح بقوة من كل الناس. فانت فريق فعلا اثبت جدارته واثبت ان هو فريق جامد، وانا بقول ان هو ممكن يعمل حاجه مع البرتغال يعني. لا لا لا، معاك يا حسين وكله، بس السؤال بس سريع برضو من بدري كده. هو هل الجدع ده عمرو احسن نص ملعب في العالم؟ كان رهيب. جامد قوي الصراحه، كان جامد قوي، رهيب. جامد قوي. بيدري، جافي، يعني بوسكيتس، ما فيش مشكله. انا ما شفتش بيدري النهارده، فعلا ما بصراحه شفتوش. اقول لك حاجه بصراحه اقول لك حاجه عشان برضو نبقى مش ظالمين. بدري احسن وقت ليه كان لما كان بيلعب اللي هو ليفت سنتر ميد، برضه نص ملعب شمال بس هجومي اكتر. هو مش م- عارف ليه مع انريكي، هو انريكي اهم حاجه يمسك كوره، مش مهم يضغط ولا قصدي مش مهم يعني يعمل خطوره، مهم نبقى ماسكين الكوره بس. ايوه. فمرجع بدري ورا، فاهم؟ فواخد منه حته الخطوره اللي بتبقى عنده دي. ودي بصراحه اثرت يعني جامد معاه يعني، وخلت الاوتبوت بتاعه يبقى اقل بصراحه. م- م. اه. لا بس يعني مش مقتنع قوي يا حسين برضه، عشان هو كان الماتشات اللي قبل كده، ما هو كان كل ماتش بيديليفر يعني. حتى لو هو في رول ديبر شويه، بس هو كان بيديليفر كل ماتش. ما كانش اللي ماشي، ما هو انت كل ما انا تديليفر. افضل. فاهم. هو مش هيبقى لعيب وحش فجاه يعني، بس هو بيديليفر بس هو في احسن من كده يعني، فاهم قصدي؟ وانت ممكن تعمل منه احسن من كده. بص مع برشلونه هو اهم لعيب يعني. هي بس انت مع اسبانيا، انت يعني في برشلونه انت اللي لازم تحرك الملعب، انت في اسبانيا في يعني في مين سورسز غيرك ممكن في يعني مين يخلقوا حاجه، ممكن يخلقوا فرصه. ما عندهمش ولا واحد هجام قدام. فاكرين اول فيديو خالص عملناه في كاس بصراحه العالم؟ انا اولمو كان عاجبني قوي البطوله دي بصراحه. ايه، انا افتكرت اولمو ده هيبقى واد مهمش، يعني مش بيكون بيعمل اي حاجه، بس لا اولمو طلع جامد يعني. لا لا، هو اسبانيا فعلا مشكلتها اللي هي هجوميا. هم يعني كان في لحظه في الماتش فاكره كويس، كان المغرب عاملين 200 باصه، واسبانيا كانوا عملوا 800 ماشي، بمقارنه. هقول لك على حاجه برضو. على فكره لو لاحظتوا اكتر وقت اسبانيا عملوا خطوره لما نزل ويليامز اللي هو اخو انيكي ويليامز، امم وفاتي ومراتا. ثلاثه بي اوتلتس، اللي هو واحد يجري في المساحه، يفتح مساحه، يجري يعمل سبرنت يجري. فاهم؟ انما انت زي بالظبط يا جدعان، فاكرين الارجنتين اول ماتش قلنا ان اصلهم واحد جراي، واحد هجام قدام يجري يعمل خطوره ورا المدافعين. لعبوا بالفاريز كل حاجه اتحلت. فاهم قصدي؟ فريق هنتكلم عليه بعد كده، فرنسا عندهم احسن واحد بيعمل الموضوع في العالم اللي هو مبابي. فانت اسبانيا، انا شايف لو كان اسبانيا من الاول بيلعب بموراتا او اخو ويليامز مثلا، واحد منهم اتنين منهم على الاقل، وفاتي، بدل ما هو كل اللعيبه لعيب عايز يمسك الكوره في رجله، كان ممكن يعملوا خطوره اكبر بكتير بصراحه. بس زي ما قلنا يا حسين برضو يعني، انا شايف كده. وهو كاس العالم حاليا دلوقتي من المدربين الموجودين انريكا وهانسي فليك وكلهم، الفرق غالبا ده اعلى مستوى كوره اتفرجنا عليه في حياتنا في كاس عالم. ومش بس عارف كاس هو العالم قادر يعلن عن كده تكتيكيا، بس في نفس الوقت بالنسبه لي البطولات دي يا جماعه مش عاوزه 800 باصه، انت مش عاوز هي 800 باصه، بتبقى انت فاين عاوز مارجن. البطولات جون. دي انت عاوز جون، او يعني حاسس ان دي لك واحده مايكل اوين دلوقتي، انت مش هتكسب ماتشات من غير ما تجيب جوان، بس انت عاوز جون. فانت ليه بتضيع وقتك تطلع تفضل تباصي؟ انت عاوز تكسب بصراحه كاس كوره. العالم مش بيتكسب. كاس العالم مش بطوله تكتيكات يعني. بصراحه كاس العالم هو بطوله لعيبه بتكسب. هو لازم و هو انت لازم تعمله في الفرقه انك تلاقي، وده اللي هم المغرب عملوه بطريقه هايله هايله هايله.
وليد جراجوي، مش عارف اسمه ايه بس مش هنساه في حياتي يعني. ولا جه في شهر 8 يا جماعه، ما بقالوش 4 شهور مع الفرقه، شاف لعيبته، قال لك ماشي كده انا محتاج توازن في الملعب. مزراوي هيلعب على الشمال، حكيمي يا جماعه اول مره اشوف في رهيب حياتي رهيب. بيدافع يعني. حكيمي ده كان الناس بتقارنه في وقت بترنت، بعد كده نسي الحوار ده عشان ياخدوا بالهم اللي هو لما يلعب في دفاع مش مفهوش 3 سنتر باكات وراه بيتبهدل. النهارده عالمي عالمي عالمي. بس انت بس بتحتاج شويه بس انت بتحتاج شويه حظ برضه. يعني على قد كده ما كده كلهم لعبوا كويس ويستحقوا يكسبوا، هما المغرب هربوا. يعني هو كده سرابيا كده على سرابيا فكره هي محتاجه توفيق، بس سرابيا ما اخر هو كوره في برضه الماتش جاب كوره في العارضه في اخر ماشي. اخر بس شوط. ما هو برضه على فكره اسبانيا والمغرب برضه كانت غير موفقه قوي في كوره يعني. اللي هو المهاجم رقم 21 بتاعهم مش متاكد من اسمه. دي كانت وحشه آه منه، مش ما كانتش اللي هي غير مش وحشه موفقه. منه يعني، جت في رجله وناي سيمون يعني. بص يعني اه اه عادي، ما انت ممكن تقول كده برضه. بس بصراحه يا جماعه الحاجه الوحيده اللي هلوم عليها المدرب المغربي، ودي حاجه مش هو بس اللي بيعملها يعني، بشوفها كتير وبصراحه كل مدرب بيعملها مش بفهمه، ان هو نزل بدر بنون يشوط ضربه جزاء. مش حاجه ضد بدر بنون، بس معروفه يا جماعه اللعيب اللي بينزل عشان يشوط ضربه جزاء بيضيعها. طب ايه مارك ده؟ نوبل مع سرابيا ويست هام. سرابيا سرابيا برضو عامة. سرابيا. نزلوا عشان يشوطوا آه ويضيعوا. واحد امبارح مع كرواتيا مش فاكر مين ضيع، ولا ياباني مش فاكر، في واحد ضيع امبارح ولا ياباني مش فاكر، في واحد نزل ضيع ايوه برضه. ايوه، اعتقد 9 بتاع يابان ميتوما. سانشو. يعني اي لعيب بينزل. يعني شفناها يعني شفناها. شفناه كتير يعني. والواد الايطالي ده فاكرين اسمه زازا باين ولا كان اسمه ايه؟ زازا. زازا. اه يعني يعني نزل هو برضه شوط اوحش. في العالم يعني. اوحش بيلد في التاريخ فعلا. فهي غلطه بصراحه. بس م- غير كده المغرب برضو كانت باينه قوي ان هم كانوا فعلا متدربين على ضربات الجزاء. يعني كلهم حطوها حلو والحارس نط مع كلهم. صد المغرب كان فريق تنفيذ. صد تنفيذ. فريق فعلا يستحق الفوز على كل الجهات يعني. ايوه. الاندر دوج الوحيد اللي عدى في نعم. الاندر 16. الاندر دوج الوحيد اللي عدى هم المغرب. اه اه ده حقيقي. هم الوحيدين اللي الأودز كانت ضدهم اكتر. بس هيبان بقى يعملوا ايه ضد البرتغال النهارده. لوز الدور ما لعبش، الواد حط راموس حط هاتريك. فهمني بقى، فهمني يا جدعان، الدون فهموني هو علشان مشكله البرتغال يعني؟ لا لا انا بحبه الصراحه، انا مش من الناس اللي لا. بتضد الدول. بس هل الدول مشكله البرتغال؟ ايوه يا عمر، ما مشكله البرتغال. يعني هو نقطه ضعف البرتغال في رونالدو طبعا، لو عندهم انا ما نقطه ضعف في بحبوش، انا ما رونالدو. بحبوش، انا مش بحبه، انا فعلا مش بحب رونالدو. بس انتوا ما ينفعش تلوموا. يعني ما ينفعش تقولوا البرتغال النهارده لعبت حلوه قوي كسبت 6 فرونالدو هو المشكله، عشان رونالدو مش المشكله. مش انت النهارده يعني انا اسف، بس هي سويسرا كانت كأنها سايبه الماتش من اول دقيقه. ايوه البرتغال لعبت كويس، بس سويسرا كانت سلبيه بطريقه مش عاديه. كانوا اللي هو هم رامين الماتش خلاص، احنا كسبنا صربيا واخدنا اللي احنا عايزينه ومش عايزين اي حاجه تانيه. أو مش عايزه ديسكريدت راموس والبرتغال اللي هم عملوه النهارده، هم كانوا فعلا جامدين قوي. بس ما كانش هيكون في اوت كام تاني بالنسبه لي حتى لو رونالدو كان في الملعب. يعني كانوا لسه هيلعبوا كويس، كانوا لسه هيكسبوا. م- بصراحه احنا لسه كنا بنقول انت محتاج في الماتشات الكبيره وفي كاس العالم لعيبه بتكسبك ماتشات. انا حاسس رونالدو ممكن يبقى دلوقتي بسبب ان هو توحش بصراحه، بالذات الاوفرول بلاي بتاعه توحش قوي. اللي هو ان هو فاهم يستلم الكوره يلعب يجري يضغط بتاع الحاجات دي بالذات عنده توحشت. بس برضه في الاخر هو لما تحتاج جون ممكن يجيب جون. وما تنساش استنى. ان رونالدو السيزون اللي فات جايب 20 جون في الدوري ولا 18 جون في الدوري. الدوري الانجليزي مش اي دوري، وفي فريق وحش قوي. فهو الحته دي مش هتروح من عنده او مش هتروح قريب يعني. فانت لما تلاعب فريق جامد ممكن تستفاد بصراحه من الموضوع ده. بس هم الصراحه هو رونالدو هو كده كده هو مش مشكله البرتغال عشان هو ما عندهمش مشكله يعني. هم لحد دلوقتي هايلين في كل الماتشات. بس هو مش لاعب برتغال. انت لما تبص دلوقتي على لعيب، حاليا في رايي اقول لك ليه. انت لما تبص على هجوم البرتغال، هم بيلعبوا مين؟ برونو. ماشي برونو بيلعب المركز الغريب بتاعه ده، وبيلعب جواو فيليكس. رونالدو فين؟ رونالدو مش من النوع اللي هو هيمشي وماشي اللعب ويجري ويحط الجون زي راموس النهارده الهاتريك. جات له فرص من اللي هو اللاعب، انت فاهم قصدي، اللي هو من تحت اللي هو رونالدو اللعب تقيل على الضيق. قوي عليه، تقيل قوي عليه. وفي نفس الوقت يعني لو انت خلاص كان عندك وينجات ثابته، لو كنت بتلعب بالياو مثلا تبدا الماتشات بالياو، رونالدو هايل ماشي على الياو، هيعمل خطوره من عند ناحيته وهيعرف يخلق فرص لرونالدو ولنفسه عادي لوحده. كواريزما كان الوحيد اللي بيلعب مع رونالدو قبل كده. دلوقتي ما عندوش دلوقتي الوينج زي كواريزما مثلا،
اللي هو هيعبي له بقى كل الكروسات وهيلاقيه في الحتت دي ويقدر يتحرك لها. لا هو محتاج يتحرك مع الكوره. ورونالدو بالنسبه لي دلوقتي هو فعلا تقيل قوي في حته إن هو مش بيستلم كويس اصلا. لما يباصي بيلف بطيء جدا. هو تقل قوي، هو تقل. هو كويس، هو هياخد له 200 مليون في السنه في السعوديه. سمع كلام ولا ما سمعش كلام يا موسيو؟ طب السؤال دلوقتي، انت فرناندو سانتوس وبتحط التشكيل لماتش المغرب، هتحط رونالدو على الدكه؟ لا لا. ولا انا الصراحه مش لا هقدر احطه على الدكه، ما بس ينفعش ما ينفعش العب كوارتر فاينل كاس العالم وعندي كريستيانو رونالدو احطه على الدكه. بس صعب لسه ازاي؟ قوي. هو على الدكه برضه يا جدعان. هو واد نزل شاط جاب جول. يا جماعه بريزنس رونالدو، لو هو اوحش واحد في الملعب، ان رونالدو موجود معاك في الملعب، دي تفرق لفرقته وللي قدامه. مختلف. لعيب انتميديتنج الصراحه، لعيب انت عارف، انت كلنا عارفين ان رونالدو ممكن من لا شيء جول. ماشي. بصراحه بالظبط، احنا لسه بس اصلا بنقول يا جماعه، لسه هقول نفس الحاجه تاني والله. البطولات دي بتبقى عايزه لعيبه بتخلص، بتبقى عايزه لعيبه قدام، يبقى هو يخلص، فاهم؟ لعيب بيخلص، لعيب بيروح، لعيب بيجيب وتقدر تعتمد عليه في اللحظات دي. وده اللي كان ناقص اسبانيا، وده اللي كان ناقص المانيا. فلما بيبقى عندك لعيب زي ده، ومش اي لعيب، يعني انت عندك اكتر واحد كده في العالم، يعني هو ميسي، يعني بعد ميسي صراحه ومبابي برضه، لازم تلعبه، بس ومع مختلف علينا لازم بقى تلعبه. كورتر فاينلز، مع اننا دخلنا في كورتر فاينلز. انا عايز اسمع رايكم، عشان انا الماتش ده الوحيد اللي هو انا ما عنديش كلير فيفورت فيه. فرنسا وانجلترا، انتوا شايفين مين هيعدي؟ ايه اللي أوه. هيحصل؟ عشان انا الماتش ده انا نفسي انجلترا تعدي، نفسي. بس للاسف اي دونت سي ات. بس هي فيها، بس انا لازم انجلترا يموتوا نفسهم عشان يعدوا الماتش ده. هو لو الوحي نازل على هندرسون زي ما كان نازل عليه الماتش اللي فات وقعد يعمل كل الحركات دي مع جود، انجلترا عندهم فرصه. بس يا جماعه. ما اظنش يعني ان الفرصه عند هندرسون، يعني لا لا اشك لا لا لا، عند هندرسون. صراحه، يعني اشك. يا ابني بقى الفرصه طبعا مع هندرسون. بص هو بصراحه السر، هو لو خسروا نص الملعب، لو خسروا معركه نص الملعب خلاص ما عندهمش فرصه يعني. هيعمل السر ايه يعني؟ السر هاري ماجواير وجون ستونز جاريين عليهم، كيليان جاري، هيعملوا ايه يعني؟ لا يا السر باشا، السر كايل. السر يا جماعه السر هيفضل في لو ساوث جيت عارف يعمل يعني اي نوع من البنيه الدفاعيه او السيستم الدفاعي، ان هو يوقف بين مبابي من الاخر. في كده يا جماعه صوره كده شفتها، نحاول نحطها في فيديو، يعني صوره كده من مبابي، يعني من مكان المنتخب الفرنساوي والباصات اللي كانوا بيلعبوها اون افريج ضد بولندا. امم. اللي هتلاحظ من الصوره قد ايه اللعب كله موجود ناحيه الشمال بس، ايوه. يعني اللعب كله على مبابي. ديمبلي كانوا زعلانين منه. امم. هو مبابي هو اللاعب، فاهم قصدي؟ فهو يعني هو مبابي مش محتاجين نتكلم عليه يعني. فبصراحة لو انجلترا خدوا عملوا الغلطة ان هم لعبوا بوكر عليه كده واحد على واحد. ايوه، مش هيبقى واحد على واحد يا نديم، بس انت ايوه لا، وكر ما انت ما ينفعش تسيبه، يعني لازم تعمل حاجة ان انت بقى رياليستيكلي رياليستيكلي من كل يعني من الموجودين دلوقتي في الكامب مع انجلترا، ووكر اكتر واحد عنده يا عم انا مش بقول تشانس لك ان بوكر يقعد على يوقف الدكة، انا مش مبابي بقول لك بوكر يقعد على الدكة، انا بقول بس يا اما تلعب 3-4-3 و3-5-2 ويبقى في واحد وراه، يا اما تلعب بأربعة ويبقى في واحد بيدافع معاه كتير. لازم تعمل انت فعلا مش هتغير حساب. السيستم، يعني انت مش هتغير السيستم، انت تلعب عادي جدا زي ما بتلعب، بس هتخلي واحد من لا 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 الست. لا لا, لا ما ينفعش والله تلعب عادي جدا زي ما انت بتلعب، لا لا ما ينفعش. هتخلي واحد من الستتين يميل ناحيه امبابي، هيضطر الماتش كله كوره مع فرنسا يميل ناحيه امبابي. بص هو بص. لازم، لا يضرب في لازم الكاونتر اتاكس. لازم يبقى في سبورت رهيب لوكر، لان مبابي يا جماعه هو فعلا مش طبيعي، انا مش عارف في ايه. لا حقيقي. هو ده ووكر هيبقى السر بتاعك الوحيد. حبيب قلبك، بس حبيب قلبك ده مش اسماعيل صار اكله من نجيله. اكله سليم، من انت ترند تتاكل، امريكا. من كفيشكاليا. لا 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 لا. سيبك من ووكر ترند حبيب دلوقتي. قلبك ده اللي انا بحاول انا اقوله، اللي هو ووكر مش احسن دفاعيا كتير من ترينت. وانا دلوقتي بقوله ليه؟ مش مستاهل. لا لا، مش احسن منه بكتير قوي كده يعني. انت مش يعني مش انا بلعب سيرد باك وهجيب مكاني راموس يعني. مش بتشتغل كده عامه. هو ووكر مش فوق ترينت مليون مره دفاعيا عامه. هو غالي برضه وهدل وجري عادي. بس اللي انا انا مش هقول. اقصده لو ترينت كان بيلعب. ما انا بس بحاول اقول حاجه. بحاول اوصل نقطه. انت عندك اوبشنين يا حسين. ماشي، اوبشن بتاعك واوبشن الموسيو. انت بتقول اركن وقفل وادعي انك انت صح لا لا يعني. مش بقول لك اركن وقفل. اركن وقفل على امبابي، ركز انك تموت امبابي. عبد الرازق هي موسيو بيقول لك هاجم.
انا شايف هاجم، بس هاجم بترند، بس خلاص كده مش هعمل كده، مش نازل ترند على ماتش فرنسا ده ويلا بينا. انا السبب الوحيد اللي انا العب بترند مكان ووكر في ماتش زي ده هو ان الطريقه الوحيده اللي هم هيكسبوا بيها فرنسا في رايي هي لو جابوا جوان اكتر من فرنسا، والوحيد هيخلق لك فرص اكتر من اي حد في العالم في ماتش زي ده هيكون ترينت الكسندر ارنولد، مفيش غيره. ده حقيقي، بس هقول لك على حاجه يا فالكونتراست سليم. المفروض خلاص، تجيب. انت هتضطر، يعني انت بتلعب البطوله كلها من غير ترند. تمام، وانا عارف ان هو فعلا لعيب هايل ولعيب هيخلق لك فرص من لا شيء، بس لا مش خلاص هنزل، لا 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 ما نزلوش ما انت نزلوش عندك انا بقول امبابي. تحلي. انت خلاص انت لا لازم تستغنى عن كارت الترند ده. هتلعب بوكر وعادي بقى. انا اللي شايفه لازم بقى يبدا الماتش ده، كان زي ما احنا قلنا قبل كده، لازم يلعب فرونت 3 بساكا، فودن، كين. كده كده اه لازم. فودن لازم يلعب، بس هو المشكله اللي هتبقى صعبه قوي ازاي ساوث جيت هيتعامل مع موضوع ان فرنسا لو لاحظتوا في ماتشاتهم هم مش زي الفرق التانية زي البرازيل مثلا او كده اللي هم بيضغطوا عالي وعايزين دايما يبقى هم اللي معاهم كوره. لا، هم بيسيبوا لك الكوره، تعالى اضغط عليا، تعالى العب عليا، تعالى عليا، وشوف مبابي يعمل معاك ايه وهو معاه 40 متر. خلاص. فاهم؟ هو ده يعني مش هقدر اقول عليه السلاح السري يعني كل حد عارف ان ده السلاح، فهو مش سري خالص، انت بس هو ده ماشي في السلاح. الشارع بار بي جي يعني، انت مش مخبيه في حته. اه هو ده. اه ده فانا بصراحه رايي يا جماعه، عشان يعني ما نقعدش نتكلم عن الماتش ده، بس انا رايي ان انا مش شايف انجلترا بتعرف توقف مبابي، وفي على فكره ديمبيلي برضه، يعني اتفرج في على ديمبيلي بعض، وفي بص، جريزمان. اتفرج انا على بعض. شايف فرنسا في نص النهائي. انا بقول، انا هقول انجلترا عشان انا عايز انجلترا، وانا عندي احساس ان ووكر هيرفع راسنا يعني. طبعا طبعا. لا فرنسا، طول طالما موكر بيلعب. لا عامة انا مش بقول ان ترينت يلعب، عامة انا بقول ده حلي لو انا كنت مكان ساوث جيت، بس هو علشان غبي اصلا هو هيخسر الماتش ده ويستاهل هو يخسر الماتش ده. طب وفرقتين ما اتكلمناش عليهم خالص، الاورانج والبول جاميسي. اوه، الماتش ده انتم متوقعين منه ايه؟ ده هيبقى ماتش ممل بشكل. انا حاسس بصراحه كده برضه. الاورانج فريق دفاعي وسلبي، لعبوا الماتش اللي فات 3 4 1 1 بدافي كلاسن الواحد. يعني دافي كلاسن فاهم بيلعب نص ملعب مهاجم يعني، او 3 5 2 يعني دافي كلاسن فاهم، من م-م. المهاجمين يعني. مش فبس عاجبني خالص، مش كونفينست منهم بجنيه يعني. هو بصراحه اللو بلوك بتاعهم جامد. اه ده كده كده هم مدافعين هايلين وهم بيعرفوا لعب باكي وفان يعملوا دايك، يعني انت بيريزيست، مش لا محتاج حاجه اكتر بيريزيست. من كده. وبيريزيستوا الضغط من اي فرقه اللي هم بالظبط بيحطوا بالظبط، فانت عليه. هتبقى صعب جدا ان كويس انت جدا. الارجنتين. هو دي ماريا هيلعب ولا هو لسه مصاب؟ مش عارف. اظن هيلعب. يعني من انا غيره عايز هتبقى بس اقول صعبه قوي. حاجه، انا عايز اقول حاجه على اللو بلوك بتاع النذرلاندز ده، عشان الناس كده كده هتبريز فان دايك. تمام، بس اكيز بيرفورمانسز عالمي. لحد دلوقتي طبعا. فعلا فعلا. عالمي. انا بالنسبه لي، اه والله العظيم I'm trying to be as unbiased as possible. هو البطوله دي هو احسن من فان دايك. يا عم بقى، يا عم بقى مش اي حاجه بص بقى قبل ما وخلاص. قبل ما نخلي كل حاجه ليفربول وسيتي، يعني هو المهم ان هما الاثنين فعلا هما وتمبر عاملين خط دفاع هايل، بالذات الشيب نفسه هايل يعني فاهم. بيضغطوا حلو، بيقفلوا حلو قوي، وصعب قوي تعمل عليهم حاجه. فمش عارف، بس انا حاسس بصراحه ان الارجنتين عندهم عندهم كده جرينتا كده وحماس مش موجود عند حد تاني بصراحه في البطوله دي. اكيد ميسي ومعاهم هيكون. ميسي يا جدعان، ما شفتش ميسي بيلعب بحماس كده في حياتي. عمري شفت ما شفت الفيديو ميسي اللي بيلعب هم كده. بيعملوه فيه هو وراح ياخد الكوره. انا عمري ما شفته بيلعب كده. فانا برضو مش عارف ازاي هيوقفوه. وهو ده طبعا هيبقى السر برضو. بس حاسس الارجنتين بصراحه بالذات بسبب ميسي قد ايه هو، يعني فاهم، قد ايه هو اصلا جامد، وقد ايه برضو الصراحه واحد زي الفاريز ودي فرق. ماريا لو الاتنين بيلعبوا هيعرفوا يسندوه، يعني مش هيبقى لوحده. هيبقى ماتش تريكي، بالذات ان هو اللي انا بفكر فيه هو ان ارجنتين هيكون عندهم مشكله واحده يهندلوها، هو دومفريز. لا دومفريز شفناه يعني جاب اسيستين وجون، يعني هو على اليمين يوم ما بيشتغل. هو غبي برضه عم فكرني بوكر كده، بس يوم ما هو بيشتغل وبيبتدي يجري ويعمل هجمات صعبه قوي توقفها. فبالذات الطريقه اه اللي ده حقيقي. بتلعب بيها هي ان هم بيلعبوا شبه بوينج واحد، يعني بيلعبوا ميسي يعمل اللي هو عاوزه ووينج واحد. فالطريقه اللي هو الوينج ده اللي انا بفكر فيه، الوينج ده هو بيكون على اليمين ماشي ناحيه بلند، ده هيفضل طبعا هولندا علشان بلند اساسا مش بيحب يهاجم كتير.
دوم فريز على اكونيا هتبقى، هيلعبوا ماتش عكش في طبعا. النص يعني بتاع، لا وهم فعلا، هو دومفريز، قوي. هو ده، هم جابوا نفس الجون مرتين يعني اه الماتش اللي بالظبط، فات هم ده مش امريكا. هيلعبوا غير كده، مش هيلعبوا غير كده هم جابوا نفس الجون فعلا مرتين يعني. اه. وفي نفس الوقت احنا هم شفنا جابوا. الارجنتين بابو جوميز بدأ على الشمال، ما كانوش عارفين يعملوا حاجه، غيروه وجابوه على اليمين، ميسي استريح اكتر، جاب جول في ثانيتها. لو ركزت هو مم. بالظبط اول ما غيروا نواحي، فاما نشوف كده هيقدروا يجيبوا يعني، انا بصراحة حسيت. ده انا حاسس ده هيبقى ماتش فعلا اكتر فريق يعني. كده انجلترا وفرنسا برضه، بس الماتش ده برضه انا مش عارف اتوقعه ازاي يعني، فعلا هيبقى صعب جدا انك تتوقعه، بس انا حاسه ماتش جامد قوي. بس طبعا البرازيل مش و... محتاجين نتكلم عليهم يعني. لا لا خلاص يعني. هم خلاص. دول الماتشين اللي هيبقوا حلوين الصراحه. البرتغال البرتغال والمغرب لا، برضه بس ان هيبقى شاء الله يا لذيذ. جماعة، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المغرب يا رب. باذن الله ممكن يعملوا ماتش، مش بقول لك هيكسبوا بس ممكن يعملوا ماتش. بس فهمني بس بوفال كان هيجيب صليبي لواد. عارفين فهمني كان زي بس. ايه؟ فاكرين لوكاس مورا لما كان في بي اس جي، لما عمل الفينت دي والكرة اصلا واقفه راح م- الواد طاير. كانت م- نفس م. الحاجه كده. ماشي يا بس هو جماعة قبل ما بوفال، الحلقة بس تخلص. بوفال عامل زي عادل طرابط كده، لعيب فور ذا اه، عادل ستريتس. تعربته وبن عرفة واللعيبة دي. فلما كان في البريمير ليج لما حط جون ضد ويست بروم، كان حجازي لسه بيلعب في ويست بروم، لما اكلهم اه كلهم من اه، نص الملعب قعد يمين شمال يمين شمال انا راح فاكر حط. الجون ده. بوم. ماشي ده يا اللي جماعة انا قبل بأمل الحلقة فيه. تخلص، كل واحد مين المربع الذهبي بتاعه. انا هبدأ وهقول البرازيل والارجنتين والمغرب وفرنسا. اولى سلام. ما هو اللي انا عاوزه حاجه واللي انا متوقعه حاجه تانية. ما هو انا ماشي. برضو كده كده ده اللي انا عايزه يعني، بس ان شاء ايوه. الله يحصل. ايه اقول اللي ما انا انا عايزه انا بس مش عاوزه موجود. انا عاوزه بالظبط زيك يا حسين، اللي انا متوقعه هو ان احنا نشوف برازيل، هولندا، فرنسا والبرتغال. وهتضايق قوي كده، يا ابني، هتضايق قوي. مش عشان فان دايك. لا مش عشان حاجه يا عم، انا شايف الماتش ده ماشي المفروض، ماشي ماشي. هولندا تكسبه. انا شايف هو ماتش هيبقى رخم قوي، وهولندا هتبقى رخمه جدا، وكودي جاكبو وممفيس ديباي هيجيبوا جونين نفس الحاجه عشان دوم فريز على اكونيا. ده رايي. ماشي. اي. انا شايف. خلاص يا عم ماشي. ماشي. انا كده كده شايف برازيل، ده اكيد. م- برتغال، م- ارجنتين، انجلترا. ده يبقى مربع. ماشي، ده يبقى لطيف جدا. ماشي، هنشوف ان شاء الله في الحلقة الجاية بعد الكورتر هنبقى صح قد ايه. نعم. اشوفكم في الحلقة الجاية يا شباب. سلام.